السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أخبار كتير جدا، وهنبدأ بأول خبر معانا في أخبار النادي الأهلي. النهاردة كان في استفتاء لأفضل لاعب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكسب الاستفتاء محمد عبد المنعم متفوقا على بيتر شالوليلي مهاجم صن داونز، ولاعب خط الوسط موكوينا لاعب فريق صن داونز أيضا. معانا تاني خبر برضو بيتكلم عن النادي الأهلي. علي زين يعود إلى بيته لتدعيم صفوف النادي الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس. تالت خبر معانا النهاردة: أهلي 2006 يفوز على الزمالك بنتيجة 5-2، وأهلي 2003 يفوز على الزمالك ويضمن الدوري الممتاز في القلعة الحمراء. تالت خبر معانا أو رابع خبر معانا النهاردة: يستعد النادي الأهلي لكرة السلة للمشاركة في بطولة بال 3، وضمت القائمة كل من مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن خيري، محمد أبو النصر، عمر عرابي، سيف سمير، دراغام كمارا، كوري وينستر، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، أحمد إسماعيل. وخامس خبر معانا النهاردة: رسميا فارس عوض معلقا وواصفا على مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في كأس السوبر المصري التي ستقام في أبو ظبي. ننتقل إلى أخبار نادي الزمالك. النهاردة كان في حاجة حصلت غريبة جدا. النهاردة تم إخلاء أعضاء النادي الأهلي نادي الزمالك من النادي قبل الميعاد، غلق النادي بساعتين. والقرار ده جه من المستشار مرتضى منصور، طبعا بيبدي غضبه واعتراضه واعتراض برضو أعضاء النادي الزمالك عن قرار عزله. وطبعا هو بيوجه رسالة هنا للوزير، وزير الشباب والرياضة، عشان يأكد له ويعرفه إن أعضاء نادي الزمالك رافضين رفضا باتا عزل مستشار مرتضى منصور. وطبعا كلنا عارفين قرار العزل جه يعني بسبب إن المستشار مرتضى منصور اتحبس في قضية ما بينه وما بين سب محمود الخطيب كابتن النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي. الخبر الأخير معانا بقى النهاردة اللي هي مفاجأة: قاع جدول الدوري النهاردة الداخلية يفوز على فيوتشر وصيف الدوري حتى الآن، وجاء الهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز الداخلية 1-0 على فيوتشر، وتوقف رصيد فيوتشر عند 42 نقطة أو 49 نقطة عفوا من 25 مباراة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 53 نقطة من أصل 21 مباراة. كده طبعا فيوتشر تعثر بعد فيوتشر في المركز الثالث على طول ملاحقه بيراميدز، وفي مركز رابع الزمالك. فرق النقط ما بين فيوتشر وبيراميدز حوالي 3 نقط. الزمالك بعيد شوية، بس طبعا البقاء للأقوى. يعني احنا دوري أبطال أفريقيا المركز الأول والتاني والتالت والرابع كونفدرالية، فهنا هيبقى الصراع ثلاثي ما بين فيوتشر بيراميدز الزمالك على الحصول على البطاقة الثانية للترشح للاعب كأس دوري أبطال أفريقيا العام القادم. طبعا بجانب النادي الأهلي متصدر الدوري العام حتى الآن،
بنتيجة فيوتشر النهارده بيتهيأ لي يعني خلاص كده الأهلي خلّص الدوري، وكده قرّب جدًا من الدوري، يبقى بس حسم بطاقات التأهل لدوري الأبطال والكونفدرالية ما بين فيوتشر وبيراميدز والزمالك، ونتمنى للجميع التوفيق.